بصوا كان بيقول ايه تاني. واقسم بشويش قوي لان انا ماسك مين في ايدي؟ المسيح المذبوح. كان في البابا يؤنس 13 مره دخل قداس ولقى الكاهن بيقسم الجسد بسرعه، فدخل له وحط ايده عليه قال له بالراحه عليه ده وحيد ابوه. دي حقيقه مش هزار. دي حقيقة، يعني عماد مأكد لي الكلام ده يا جماعة. اوعى حد يفتكر ان احنا مثلا بنألف ولا حاجة. البابا 13 هو بينقل عنه دخل على كان بيعمل قال له لا بالراحة عليه ده وحيد ابوه. هو انتوا مش بعتوش اهانة طيب لله او للآلهة؟ ما هو انت كده انت بتهين الاب والابن والروح القدس، لان انت بتقول ان هم يرمز هذا العيش اللي انت ماسكه في ايدك اللي هو الله بالنسبة لك للثالوث، وبتتقطع منه كل حتة لوحده، وبتقول ده الاب وده الابن وده الروح القدس، عشان كده بتقطع تلت منه تلت، والتلتين بقى لمين؟ الاب والروح القدس، وانت بقى بتمسك المسيح في ايدك بتذبحه. ما شبعتوش اهانة؟ ما شبعتوش تطاول على الله؟ يعني مش كفايه كتابكم اللي قالوا عن الله سبحانه وتعالى، وكمان انتوا كمان بتكملوا وبتجودوا. اصل احنا بنخلص عليه وخلاص هو كده المسيح في الصينيه، واحنا بناكل الله واحنا بنشرب دمه. ايه يا جماعه في ايه يا جماعه؟ يعني مش كده. ووحيد ابوه دي جديده بقى، دي ده وحيد ابوه يا جماعه. الانبا يؤنس هو اللي قالها، والكلام حقيقي على فكره. الناس بتضحك وهو بيقول لهم لا، يعني ما ينفعش تضحك، دي نكت. والله العظيم لو واحد قاعد بسماعها هيضحك على اساس انها نكته. انا بقول لكل واحد مسلم ده ايمانهم يا فندم، والله ما كلامنا، كلامهم هم اللي بيقولوه اهو. ويجوا يقول لك ما حدش بيترك المسيحيه، ما حدش يعرف النعمه ويسيبها.